قديش نزلت وزن بالأسبوع اللي مرق؟ يا الله قديش انسألتوا هالسؤال مبارح. يعني انتوا عم تطمنوا علي ولا عم تطمنوا على الدايت إذا كويس؟ ترى يا بنات، نظام عجز السعرات هو أحسن طريقة لحتى تنزلي فيها وزنك. والميزان مجرد رقم ما بدل على شي. الميزان الحقيقي هو قياساتك باللبس وشكلك على المراية، هيك بتعرفي حالك إذا عم تنزلي صح أو لا. وجبات اليوم كانت مميزة، خاصة وجبة الفطور مشبعة بشكل ما طبيعي أبدا. ما أخذت بعد سناك لا الغدا، على طول تغديت. وجبة الفطور كانت 2 بيض، 200 غرام زبادي يوناني، فانيليا سائلة، و3 مغلفات ستيفيا، ونص كوب من طحين اللوز، ودخلتها على الفرن لحتى استوت. طبعا سعراتها عالية وكمية الدهون الصحية اللي فيها كمان عالية، ففينك تخففي بانك تبدلي طحين اللوز بطحين شوفان، بس انا لاني باخد زيرو كارب اخدتها بطحين لوز. واذا ما بتعرفي تضبطي كمياتك بالوجبة الثانية فيفضل انك تاخدي نص هاي الكمية بس. بالنسبة للغدا فأنا ما حطيت دهون أبدا، لأني أخذت أصلا دهون كتير منيحة بوجبة الفطور. أخذت بطاطا وباذنجان وبصل وفلفلة حمرة حلوة، قطعتهم كلهم مع بعض، وقطعت صدور دجاج وحطيت لهم ملح وبهارات مشكلة، وحطيتهم بصينية الفرن، حطيت لهم فنجان مي وغلفتهم بورق الزبدة والقصدير، ودخلتهم على الفرن وتغديتهم جنبهم. طبعا هي الكمية مو كلها إلي، هي لكل العائلة، بس يعني أخذت حصتي منها، وأخذت جنبها ورق خس. أنا من الناس اللي ما كتير بحب السلطة، فقليل تشوفوا سلطة بيومياتي. هيك تغديت، ولأني وقفت اعتبارا من اليوم وجبة العشاء فهيك خطر على بالي مشروب ساخن. أخذت 100 ملي من الحليب متوسط الدسم، حطيت له معلقة كاكاو ومغلف ستيفيا، وزدت 100 ملي مي مغلية، وهيك مر اليوم الثامن بسلام.